انتباه لكل اللي كيفكر يشري شي عقار في المغرب ولا أو اللي أصلا عنده ملك ديالو أرض دار اللي كاين واحد القانون جديد خرج مهم بزاف الواحد يعرفه. راه الإهمال ديالو يقدر يتسبب في مشاكل كبيرة، ممكن حتى ضياع الملكية. فعلا. واخا تكون هاد الملكية محفظة ومسجلة، يعني الأمور اللي كنا كنعتبروها زمان صافي ضمانة كافية. اليوم غادي نحاولوا نفهموا هاد التغييرات الأهم، كيفاش الواحد يحمي راسو من نصابة ومن مافيا العقار، سواء كان مالك أو عاد كيفكر يشري. بالضبط. هاد التغييرات القانونية الأخيرة هي جات باش تحاول تحد من واحد النوع ديال النصب اللي كثر بزاف في المجال العقاري، ولكن في نفس الوقت هي كتفرض على المالك وعلى الشاري واحد النوع من اليقظة، يعني حذر أكبر. غادي نشوفوا كيفاش، يعني إجراء بسيط ديال تزوير وكالة يقدر يضيع الإنسان حقه، وشنو ديك المهلة الحاسمة اللي ضروري الواحد يعرفها باش يتحرك قانونيا. والأهم من هادشي كامل أكيد الخطوات العملية، شنو خاص يدار بالضبط باش نأمنوا الملكية ديالنا أو عمليات الشراء. نبداو بالسيناريو اللي للأسف كنسمعوا به بزاف. واحد عنده العقار ديالو محفظ وكل شيء قانوني، كيجي شي شخص نصاب كيزور وكالة بسمية المالك الحقيقي، بحال يلا هو اللي عطاه ديك الوكالة. هذه هي الطريقة اللي كيستعملوا بزاف. بهذيك الوكالة المزورة النصاب كيمشي يقدر يبيع داك العقار لطرف ثالث، وهذا الطرف الثالث اللي هو الشاري الجديد غالبا ما كيكونش عارف باللي الوثيقة مزورة، كيتسمى حسن النية. كيمشيو عند مثلا نوطير أو عدول أو محامي معتمد، كيديروا عقد البيع بشكل عادي. من بعد الشاري كيقيد العقد في المحافظة العقارية، صافي والعقار كيولي في سميتو. كيولي في سميتو قانونيا. وهنا فين المصيبة الكبيرة، المالك الأصلي مسكين كيقدر يكون غافل، فاش كيلي يشوف كيلقى العقار ما بقاش ديالو، تسجل في سمية واحد اخر. ولكن سمعت باللي كاين واحد الشرط ديال الوقت، واحد الأجل محدد في هذه القضية، ياك؟ تماما. هذه هي النقطة اللي جات بها المادة 2 في المدونة ديال الحقوق العينية، هي اللي دارتها التغيير الكبير. كتقول هذه المادة بلي المالك الأصلي اللي هو الضحية ديال التزوير عنده أجل ديال 4 سنوات فقط. 4 سنين. 4 سنين، وهذه المدة كتبدا تحسب من نهار تسجل داك البيع الثاني، البيع اللي دار بالنصب في المحافظة العقارية، ماشي من نهار وقع النصب. يعني من نهار الشاري الجديد سجل الحق ديالو. بالضبط، من تاريخ التقييد يعني التسجيل في المحافظة. في هاد الأربع سنين خاص المالك الأصلي يرفع دعوى للمحكمة ويثبت باللي الوكالة كانت فعلا مزورة. وإلا فاتت 4 سنين وخا يجيب الدليل القاطع على التزوير؟ بهادشي اللي كاين للأسف، القانون هنا واضح. إلا فاتت 4 سنوات على تاريخ التسجيل في المحافظة، وخا المالك الأصلي يثبت فعلا باللي كانت وكالة مزورة وباللي تعرض للنصب، ما كيبقاش عنده الحق يرجع العقار ديالو. وخا يثبت التزوير؟ واخا يثبتوا. القانون في هذه الحالة كيعطي الأولوية في الحماية للطرف الثالث، داك الشاري اللي شرى بحسن نية وسجل العقار بسميتو ضمن هذا الأجل ديال 4 سنين. المشرع بحال يلا كيقول للمالك الأصلي كنتي غافل على الملك ديالك أكثر من 4 سنين. صراحة هذه مسألة خطيرة بزاف، وكتخلي أي واحد عنده شي ملك واخا يكون بعيد عليه، مثلا مغترب أو ورثة خلاو شي حاجة، خاصهم ضروري يبقاو يراقبوا الوضعية ديال العقار ديالهم. كيفاش الواحد يدير هذه المراقبة؟ شنو الطريقة العملية؟ طريقة سهلة بزاف بصراحة، وماشي مكلفة نهائيا مقارنة مع القيمة ديال العقار اللي ممكن يضيع. بكل بساطة المالك أو من ينوب عنه يمشي للمحافظة العقارية اللي تابع لها العقار، ويطلب واحد الشهادة سميتها شهادة الملكية. خاص يدير هاد العمليات مرة واحدة على الأقل قبل ما تدوز 4 سنين على آخر مرة شاف فيها الوضعية. والأفضل؟ الأفضل والأكثر أماناً هي يديرها مرة في العام. كيمشي يطلب شهادة الملكية، كيتأكد واش العقار باقي في سميتو، واش ما كاين حتى شي تسجيل جديد، شي رهن، شي حاجة ماشي هي هذيك. وشحال كتكلف هاد الشهادة تقريبا؟ الثمن ديالها بسيط، في حدود 100 درهم، مبلغ صغير اللي يقدر يحمي استثمار ديال الملايين. يعني ما بقاش داك العذر ديال لا راه بعيد أو ما مساليش. مفهوم. إذا بالنسبة للمالك المراقبة الدورية هي الحل، على الأقل مرة كل أقل من 4 سنين، ويفضل كل عام. دابا ندوزو للشاري، حتى هو كاين تغيير كيهمو، ياك؟
ما بقاش يكفي يكون حسن النية؟ تماما. هذه نقطة مهمة بزاف جات في التعديل ديال المادة الرابعة من نفس المدونة. قبل كان ممكن الشاري يتضرر حتى هو يكون حسن النية، ولكن دابا القانون كيفرض عليه حتى هو مسؤولية التحقق. ما بقاش كاسي تقول أنا شريت وما كنتش عارف. القانون دابا كيقول لك باش الشراء ديالك يكون صحيح ومحمي قانونيا، خاص الوثيقة اللي شريتي بها، سواء كانت وكالة أو وعد بالبيع أو العقد النهائي نفسه، تكون محررة بإحدى الطريقتين فقط، لا ثالث لهما. اللي هم؟ يا إما تكون عقد رسمي وهذا كيصيب الموفق يعني النوتير أو العدول، أو تكون عقد ثابت التاريخ وهذا كيحرر محامي، ولكن مش أي محامي، خاص يكون محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقد. هذه نقطة مهمة. يعني دوك الوكالات اللي كانوا الناس كيديروهم شحال هادي مثلا عند كاتب عمومي أو كيكتبوها بيناتهم ويمشيو يديروا ليها غير المصادقة على التوقيع في المقاطعة، هاد الشيء ما بقاش خدام في العقار المحفظ. لا نهائياً. بالنسبة للعقار المحفظ، هاد نوع الوثائق ما بقاش عنده أي قيمة قانونية لإتمام البيع أو الشراء. القانون حسمه، يا وثيقة رسمية عند النطير أو العدول، يا وثيقة ثابتة التاريخ عند محامي مقبول لدى النقد. إذا الشاري اللي بغى يحمي راسو وفلوسو ضروري يتأكد من هاد النقطة، يتأكد من الصفة ديال الشخص اللي صايب ليه الوثيقة. ضروري، وإلا راه الشراء ديالو يقدر يتعتبر باطل من الناحية القانونية، وخا يكون خلص الفلوس كاملة وخا يكون حسن النية. المسؤولية دابا مشتركة. إذن خلاصة القول باش نلخصوا هاد النقط المهمة: أولاً لأصحاب الأملاك العقارية، المراقبة الدورية للوضعية القانونية للعقار في المحافظة ضرورية جداً، على الأقل مرة كل أقل من 4 سنوات، والأفضل كل عام، باش تفادى ذاك التقادم الرباعي. نعم، هذه هي النصيحة الأساسية للمالك. وثانياً، بالنسبة للناس اللي باغين يشريوا عقار محفظ، خاص التعامل يكون حصرياً بالوثائق الرسمية اللي كيصايبها الموثق النوطير أو العدول، أو الوثائق ثابتة التاريخ اللي كيحررها محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقد. أي وثيقة أخرى راه فيها مخاطرة كبيرة. بالضبط، وهادو هما جوج ديال القواعد الذهبية اللي خاص كل شيء عقل عليها دابا. ولكن هادشي كامل كيخلينا نطرحوا واحد سؤال أخير ربما للتفكير. تفضل. هل هذه الإجراءات الجديدة اللي الهدف المعلن منها هو حماية الملكية ومحاربة النصب والتزوير، واش فعلا غادي تكون كافية للقضاء على هذه الظاهرة ديال الاستيلاء على عقارات الغير، أو أنها ربما من جهة أخرى ممكن تزيد من تعقيد الإجراءات والمساطر على المواطن البسيط، الشخص العادي اللي باغي يستثمر في العقار، اللي ما عندوش ربما ديك الدراية القانونية الكافية؟ هذه نقطة كتبقى مفتوحة للنقاش والتأمل.